تخيل معايا للحظة قبل ما تكون فما لا سماء لا نجوم لا كواكب ولا حتى شيء. شنو كان موجود؟ شنو اللي خلى كل شيء يظهر للوجود؟ كيفاش الكون بدا؟ إذا كل شيء عنده بداية، كيفاش بدات البداية هذه؟ والأهم، الكون هذا الكل علاش موجود؟ هل ممكن الكون يظهر وحده بالصدفة كما نقولوا، ولا فما حاجة أقوى وأعظم كانت في البداية؟ أهل العلم يحاولوا يجاوبوا على الأسئلة بالنظريات، والعلم يعطينا فكرة تفسر اللغز العظيم. اليوم باش نحكيو على بداية الكون، كيفاش بدا وعلاش بدا، شنو قال العلم وكيفاش الدين يفسر الظاهرة هذه. هنا نحكيو على أعظم الظواهر الكونية إلى أبسط الأسئلة اليومية. اضغط على اشتراك وفعل الجرس باش توصلك كل الفيديوهات الجديدة. خلينا نرجعوا ل 13.8 مليار سنة التالي. وقتها ما كانش فما لا سماء لا أرض لا زمين ولا حتى مكان. العلماء يسميوا الحالة هذه باللا شيء، لكن في هذا اللا شيء ظهرت حاجة غريبة. العلماء لقبوها بالمتفردة الكونية. هي عبارة على ذرة، معناها نقطة وجزء صغير برشا بطريقة ما تتصورهاش، مليانة طاقة، سخانة وضغط، نسبتهم عالية برشا أكثر من اللي تتخيل. النقطة هذه ما نجمتش تقعد مستقرة وقاعدة في بلاصة واحدة، صارت ظاهرة مازال الباحثين ما يعرفوش تفاصيلها، لكن يسميوها الانفجار العظيم. ما تفهمش كلمة الانفجار بالمعنى اللي نعرفوه كما القنبلة، ليه خاطر تعتبر توسع كبير وسريع داي منه كل شيء، المكان الزمان الطاقة كل حاجة نعرفوها وصايرة توا. في اللحظات الأولى بعد الانفجار الكون كان سخون برشا بشكل يعتبر مئات مليارات من الدرجات، ومليان بالطاقة. ما فماش مادة ولا حتى ذرات باش تكونها، فقط طاقة كبيرة برشا. الطاقة هذيك بدات تتحول لأجسام صغيرة يسميوها العلماء الجسيمات الأولية، كما البروتونات النيوترونات والإلكترونات. هالجسيمات هي الأساس اللي تصنع منه المادة. عاد هاك الجسيمات كانت تتحرك بحرية بينما الكون قاعد يتوسع وحجمه يضاعف بشكل رهيب، وهو عمال ماشي ويبرد نوعا ما. والإلكترونات والبروتونات والنيوترونات بداو يتجمعوا مع بعضهم ويلصقوا لبعضهم وكونوا أول نواة للذرات. النواة هي المركز متاع الذرة، المادة الصغيرة برشا اللي تتشكل مع برشا ذرات أخرين ويشكلوا لنا الجسم اللي نحنا نعرفوه. لكن الضوء كان مازال محبوس، أي هذا الكل والكون مظلم وفوضى. بعد حوالي 380 ألف سنة الكون زاد برد شوية، والإلكترونات تجمعوا مع النواة تشكلوا وكونوا أول ذرة كاملة، الهيدروجين والهيليوم اللي هما يعتبروا أول الذرات. في اللحظة هذيك اللي هما تشكلوا فيها الضوء اللي كان محبوس خرج لأول مرة، دي يخرج وينتشر في الكون. الضوء اللي اليوم النجم نشوفوه بأجهزة خاصة واللي يتسمى بالإشعاع الكوني، يعني حرفيا الضوء اللي نشوفوه في السماء اليوم هو أثر من البداية متاع الكون. نجيو توا للنجوم والكواكب كيفاش بداو. بعد ما بين الضوء هك الذرات اللي تكونت مفعول الجاذبية باش تبدأ تتجمع في شكل مجموعات ضخمة معاهم الغبار والغازات، ويسخنوا لدرجة انهم كونوا اول النجوم. النجوم هذه هي اول مصانع للعناصر الثقيلة كما الكربون والاكسجين. مع الوقت ثم نجوم تموت تعمل انفجارات يسميوها العلماء سوبر نوفا، وهي الظاهرة اللي تخلي العناصر تنتشر في الفضاء يعاودوا يتجمعوا ومنه تبدأ تتكون نجوم أخرى. بالتالي الكواكب وحتى الأرض نعيشوا فيها. إذن تتجمع العناصر اللي سميناها باش تصنع نجوم، تتجمع النجوم باش تكون مجرات، وتتجمع المجرات باش تشكل الكون. الحاجة المثيرة في هذا الكل إنه الكون مازال يتوسع. إي نعم، ماهوش واقف غادي، خاطر المسافات بين المجرات قاعدة تكبر وعمال تكبر. العلماء اكتشفوا الشيء هذا، وفما حاجة غريبة وراها يسميوها الطاقة المظلمة، وهي السبب اللي يدفع الكون للتوسع أكثر وأسرع. لكن السؤال الكبير، شنو نهاية الكون؟ هل باش يبقى يتوسع للأبد ولا باش تبقى تنقص الحرارة لين يبرد ويموت
ويرجع يتقلص على روحه وينكمش. هنا يجي السؤال الروحي، هل ممكن كل شيء يبدأ من عدم هكاكا كما يقولوا برشا علماء من الصدفة صار هذاك الكل؟ زعما شكون اللي وضع القوانين هذه؟ الكون هذا كيفاش صار وعلاش صار؟ باش نأكدوا إلي العلم والدين مش متناقضين بل متكاملين، في القرآن الكريم سورة الأنبياء الآية 30 ربي سبحانه وتعالى قال: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الآية هذه تتحدث على إنه السماء والأرض كانوا رتقا، يعني حاجة واحدة أو جزء واحد، ورب يفتقهم من بعضهم بإذنه سبحانه وتعالى. هالكلمة دليل كبير وقريب برشا من مفهوم الانفجار العادي، أي جزء واحد متماسك تفجر، كل جزيء منه انتشر في بلاصة وتوسع. وإذا تأملنا في تفاصيل التشكل والتطور متاع الكون نلقاوها منظمة بطريقة محكمة ودقة رهيبة. كل شيء كان محسوب من سرعة التوسع لتغيير درجة الحرارة حتى تركيب الذرات. هذا كل تفسر الآية العظيمة من سورة الرعد الآية 8. وكل شيء عنده بمقدار. يعني كل حاجة عندها نظامها، من أكبر المجرات لأصغر الذرات، هي جزء من نظام إلهي عظيم، قانونها وراه خالق حكيم عليم. حتى إنه توصل بالذكر في القرآن على هاك المجموعة متاع الجسيمات الأولية أو الدخان، كما يدل قول ربي سبحانه وتعالى في سورة فصلت الآية 11: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. معناها هاك الدخان اللي قلنا عليه إنه إشارة للمرحلة الأولى من تشكل الكون، وقت اللي الغازات كانت تملأ الفضاء. حتى التوسع الكوني زاده فما دليل صريح ليه في سورة الذاريات الآية 47: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بالنسبة للنهاية زاده العلم والدين يتوافقوا على حكمة، بالأحرى العلم مازال يحاول يفهم الكون كيفاش باش ينتهي، هل باش يبقى يتوسع ولا باش ينكمش في انسحاق عظيم كما الانفجار العظيم من الأول. لكن الدين يوحي بأفق آخر واضح. ربي سبحانه وتعالى قال في سورة الأنبياء الآية 140: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الآية هذه تعني المعنى اللي فهمتوه، أي نعم عبارة كتاب وباش يتسكر أكاهو. سبحان رب البدايات ورب النهايات والسنين الماضيات والآتيات، كيف ما بدا الكون بطريقة محكمة باش يختم الحكاية وقت ما يقرر بحكمة أخرى. خلوني نقول اللي فما برشا نظريات قالت وتم البحث فيها واستندوا فيها على إنه هذا الكل صدفة أو مقصور على العلم كهو. هذا غير منطقي في حق رب الأكوان اللي أعطانا دلائل في الكتاب الكريم وميزنا بالعقل باش نبحثوا ونفهموا إنه النظام والدقة هذه كل بيناتنا الصدفة ما تفسرهاش. لكم زيادة إنه ما فماش الكون كهو، لا فما أكوان، أي برشا أكوان لتوا العلماء ما يعرفوهمش قديش، بينما القرآن بصريح العبارة يدلنا على إنه فما 7 أكوان.
وهي السماوات السبع كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة فصلت الآية 12. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. بما إنه العلم يعطينا أدوات نفهم بها الكون، الدين زدا يعطينا إجابة على علاش تكون الكون. هذه حكمة الله في خلقه اللي تم الإشارة لها في سورة صاد آية 27. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ودينا نقول الله سبحانه وتعالى أعلم بكل شيء، ولا يعلم تأويل آياته غيره هو، ولا يعلم الغيب غيره. لكن اللي علينا البحث والتعلم ونزيدوا من معرفتنا قد ما نجموا، ونفكروا في خلق السماوات والأرض وخلق أنفسنا كما ربي أمرنا، خاطر يحب العبد العالم المتفكر الباحث ديما في خلق الله. خاطر في هاك الرحلة متاع التعلم باش تعرف مدى قدرة الله في خلقه وعظمة إعجازه في كل حاجة في الكون هذا باش يزيد خشوعنا وتضرعنا ليه وانصياعنا الأوامر وتجنب النواهي والمعاصي. إذا عجبكم الفيديو وتحبوا نحكيو أكتر تفاصيل ما تنسيوش تعملوا لايك، اشتركوا في القناة، وأي سؤال عندكم اكتبوه في التعليق نحن نجاوبوا عليه في الفيديو الجاي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.